إزاي ممكن قائد من سلالة هولاكو وجنكيز خان يعلن إسلامه ويسمي نفسه محمود وفي نفس الوقت يجهز جيشه عشان يحتل الشام ويقضي على المماليك؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. القصة بتبدأ مع محمود غزان، سابع سلاطين الدولة الإلخانية فارس وحفيد هولاكو. غزان كان شخصية ذكية وطموحة، وشاف إن إعلان إسلامه هو الطريق عشان يوصل للحكم ويكسب ولاء المسلمين في دولته. يعني إسلامه كان مجرد خطوة سياسية مش عن إيمان حقيقي؟ بالظبط، المؤرخين بيقولوا إن غزان اتربى مسيحي وبعدين بقى بوذي، ولما احتاج دعم الأمراء المسلمين عشان ياخد الحكم أعلن إسلامه سنة 1295، لكن أفعاله بعد كده كشفت نيته الحقيقية. وإيه اللي حصل بعد ما مسك الحكم؟ غزان شاف إن دولة المماليك في مصر والشام بتمر بفترة ضعف، لأن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون كان لسه صغير في السن والأمراء بيتصارعوا على السلطة. دي كانت فرصته الذهبية عشان يحقق حلم أجداده ويسيطر على الشام. يعني استغل اسم الإسلام عشان يحارب المسلمين؟ يا لي خبثه. للأسف هو ده اللي حصل. جهز جيش ضخم وزحف على الشام سنة 1299. جيش المماليك بقيادة السلطان الناصر محمد خرج يقابله عند حمص في معركة اتعرفت باسم وادي الخزندار. ومين اللي كسب؟ المغول انتصروا في المعركة دي بسبب تفوقهم في العدد، وجيش المماليك اتكبد خسائر كبيرة ورجع على مصر. غزان دخل دمشق والناس كانت مرعوبة، لكن قلعة دمشق رفضت تستسلم. أهل الشام أكيد كانوا في كرب عظيم. طبعاً، لكن السلطان الناصر محمد في مصر كان بيجهز للثأر. غزان حاول يخدعه تاني وبعت له موصل يطلب الصلح، لكن الناصر محمد كان فاطن لخطته. وهنا بقى هتحصل المواجهة الحاسمة. أيوة، في سنة 1303 رجع جيش المغول تاني للشام بقيادة القائد قتلو شاه بأوامر من غزان. لكن المرة دي المماليك كانوا مستعدين تماماً. أكيد كانت معركة تاريخية. خرج السلطان الناصر محمد بنفسه على رأس جيش مصر، والتقى الجيشين في مكان اسمه شقحب جنوب دمشق في 2 رمضان سنة 702 هجرية. في رمضان؟ ده بيدي للمعركة بعد تاني خالص. المعركة استمرت 3 أيام، والمماليك أظهروا شجاعة وبسالة منقطعة النظير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بنفسه بيحمس الجنود على القتال. يا الله، والنهاية كانت إيه؟ انتهت المعركة بانتصار ساحق للمماليك وهزيمة مذلة للمغول. جيش قتلو شاه اتشتت تماماً، ودي كانت نهاية حلم غزان في السيطرة على الشام. ضربة طاغية الغرور غزان. لما الأخبار وصلت لمحمود غزان دخل في حالة حزن ومرض شديد، ويقال إنه مات مكموداً بعدها بسنة واحدة سنة 1304. سبحان الله، انقلب السحر على الساحر، خدعته انكشفت وكانت نهايته بسببها. وبكده قدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالذكاء وشجاعة جيشه إنه يحمي الشام ومصر من خدعة مغولية كادت أن تغير تاريخ المنطقة. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.